المستقبل بعنوان معارج النخبة، لقاء فكري ومعرفي. ضمن هذا اللقاء سنتطرق لموضوعات ذات العلاقة بحياتنا الفكرية والمعرفية والثقافية، ومن خلاله سنستضيف قامات علمية نستجلي من خلالها رؤاهم وأفكارهم ورؤيتهم وجهودهم العلمية في الوصول إلى حقائق ومعارف جديدة. فانتظروا. في العدد الرابع من اللقاء الفكري والمعرفي معارج النخبة نقدم كتاب مقياس المهارات الاجتماعية للطفل للدكتور الهاشمي لقوقي. الدكتور الهاشمي لقوقي من مواليد 16 جويلية 1972 بتبقر، حاصل على شهادة الدكتوراه تخصص علم النفس التربوي 2019 بجامعة قاسم رباح بورقلة. شغل منصب مستشار للشباب في سنة 2003. عمل كأستاذ مساعد بجامعة التكوين المتواصل بالأغواط سنة 2017 ثم بعد ذلك بورقلة. حاليا يشغل منصب مدير مكلف بملحقة جامعة التكوين المتواصل بتبقر. الدكتور الهاشمي لقوقي له عدة مقالات علمية، منها فاعلية برنامج مقترح في الألعاب التربوية لتنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى أطفال التربية التحضيرية بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ورقلة 2016. ومقال آخر بعنوان بينات الصدق والثبات لمقياس المهارات الاجتماعية المصور للطفل للتربية التحضيرية مجلة العلوم النفسية والتربوية بجامعة الوادي سبتمبر 2016. ومقال كذلك بعنوان مساهمة البيئة التعليمية المدرسية والفاعلية الذاتية في التنبؤ بالكفايات التدريسية لأستاذ التعليم الابتدائي مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية بجامعة غليزان جوان 2017. للدكتور الهاشمي لقوقي عدة مشاركات في ملتقيات وطنية ودولية، من بينها مشاركة في الملتقى الدولي حول أهمية ودور العلاقات الإنسانية والصحة النفسية في تطوير المؤسسات بجامعة ورقلة جون في 2015، وملتقى وطني حول دور المؤسسات الشبانية في وقاية الشباب من الانحراف بجامعة خميس مليانة أفريل 2015، وملتقى وطني آخر بعنوان أو حول القيم والتغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري جامعة غرداية أكتوبر 2015، وملتقى دولي حول الرياضة والمواطنة بجامعة بسكرة ديسمبر 2015، وملتقى وطني حول نحو استراتيجية شاملة لحماية الشباب من الانحراف جامعة باتنا الفيفري 2016، وملتقى وطني آخر بعنوان أو حول مسألة الهوية الثقافية في المجتمع الجزائري بين الواقع والتحديات جامعة سوغهراس أفريل 2016، وملتقى دولي حول أساليب التقويم في الجامعة بين التحصيل العلمي والحاجة الاجتماعية جامعة الجلفة أفريل 2018. للدكتور الهاشمي لقوقي مؤلف بعنوان مقياس المهارات الاجتماعية المصور للطفل عن دار نور بالبيشينغ الإمارات العربية المتحدة. ولذا يسعدني ويشرفني أن أرحب وإياكم بالدكتور الهاشمي لقوقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا جد مسرور بهذه الجلسة العلمية الثقافية التي سنتبادل أطراف الحديث فيما يخص عدة مواضيع مهمة، خاصة موضوع مقياس المهارات الاجتماعية للطفل. في الحقيقة هذا موضوع المهارات الاجتماعية هو جزء مهم بالنسبة للطفل، لأنه هذا المفهوم هو سلاح بالنسبة للطفل حتى يستطيع الاندماج الاجتماعي في المجتمع كما يتسنى له التكيف الجيد في الوسط المدرسي، لأنه
في الحقيقة يعني مقياس المهارات الاجتماعية كان موجه لفئة معينة اللي هي الطفل التربية التحضيرية. إذا الدكتور الهاشمي القوقي في هذا العدد الرابع من اللقاء المعرفي معارج النخبة الذي سنقدم فيه هذا الكتاب مقياس المهارات الاجتماعية للطفل، بادئا لبدء السؤال الذي يطرح نفسه: ما معنى أو ما المقصود بالمهارات الاجتماعية؟ بالنسبة لتعريف المهارات الاجتماعية، بداية يجب أن نعرفها لغويا. المهارة مذكورة في لسان العرب على أنها الحذق. نقول الإنسان الماهر هو الإنسان الحاذق بكل عمل. بالنسبة للتعريف الاصطلاحي للمهارات أو المهارة، هي عبارة عن نظام متناسق يستطيع الفرد من خلاله تجسيد معارفه حتى يتسنى له أداء سلوك مقبول اجتماعيا، خاصة أنه هذا المفهوم المهارات الاجتماعية يسمح للفرد التفاعل الاجتماعي الجيد والمشاركة الوجدانية وإرسال واستقبال عدة مهارات اتصالية. بالنسبة للتعريف الباحثين لهذا المفهوم، لا نجد تعريف محدد للمهارات الاجتماعية، وهذا راجع لاتساع هذا المفهوم، وراجع أيضا للخلفيات النظرية لهذا الباحثين، لأنه نجد مثلا ريجيو، وهذا يعني باحث تناول هذا المفهوم بدقة، وهناك أيضا باحثين آخرين هما غريشيام وإليوت، عرف هذا المصطلح المفهوم المهارات الاجتماعية على أنها سلوكيات التي تسمح للطفل أو تسمح للفرد كيف يتكيف اجتماعيا مع الآخرين، كيف يقوم بإرسال واستقبال المعلومات، ثم كيف يتصرف اجتماعيا مع الآخرين. يجب أن نتناول بالنسبة لمفهوم أو تعريف المهارات الاجتماعية أن هناك طابعين أو اتجاهين. الاتجاه الأول يغلب عليه الطابع المعرفي، والاتجاه الثاني يغلب عليه الطابع السلوكي. بالنسبة للاتجاه الذي يغلب عليه الطابع الاجتماعي المعرفي، يعني يركز الباحثين في هذا الاتجاه على أنه أي سلوك قبل ما يكون سلوك أدائي فإنه يسبقه أداء معرفي أو توظيف معارف حتى نقوم بهذا السلوك. مثلا نذكر تعريف ريجيو، أكد على أنه المهارات الاجتماعية هي مجموعة من المعارف حتى نحدد الإدراك الجيد للرسائل المستقبلة أو المرسل من طرف الشخص. نعود إلى الاتجاه الثاني الذي يركز أو يغلب عليه الطابع السلوكي للمهارات الاجتماعية. مثلا نجد هذا غريشيام وزميله إليوت عرف المهارات الاجتماعية على أنها السلوكيات التي تسمح للطفل بالتكيف الجيد مع الوضعية في المواقف الاجتماعية. أيضا نجد السيد عبد الرحمن، وهو باحث مصري تناول هذا المفهوم، أكد على الجانب السلوكي، كيف كان هذا التأكيد على أنه المهارات الاجتماعية هي عبارة عن جميع العمليات التي يتكيف بواسطتها الفرد مع الآخرين ثم ينال النتيجة المرغوبة، سواء كان بالقبول من طرف الآخرين أو العكس الرفض من طرف الآخرين. هذا بالنسبة للتعريف الباحثين لهذا المفهوم. وفي الحقيقة يعني مفهوم المهارات الاجتماعية أنا تناولته أكاديميا في رسالة الماجستير المعنونة بفعالية البرنامج المقترح في الألعاب التربوية لتنمية بعض المهارات الاجتماعية، لأن المهارات الاجتماعية هي عديدة جدا. أنا تناولت بعضها اللي هي 18 مهارة للطفل التربية التحضيرية. حاولت أنا من خلال قراءتي لهذا التعريف للمهارات الاجتماعية حاولت أني نقدم
تعريفي الخاص لهذا المفهوم. عرفت على أنه هو الإدراك المعرفي للمواقف الاجتماعية، ثم أداء سلوك مقبول اجتماعيا، والتواصل بسهولة مع الآخرين، ثم مشاركتهم وجدانيا، لأن المشاركة الوجدانية هي عبارة عن جزء من المهارات الاجتماعية. هذا بالنسبة للمهارات الاجتماعية. كيف الآن ننتقل إلى كيف ندرب الطفل على المهارات الاجتماعية. بالنسبة هذا ما يجعلنا ربما نطرح سؤال ثاني في هذا السياق. ما هي الآليات الأساسية لمقياس المهارات الاجتماعية للطفل؟ جيد. بالنسبة للسؤال هذا هو جد مهم، وهو النقطة التي انطلقت منها في تصميم أو بناء مقياس المهارات الاجتماعية، مقياس المهارات الاجتماعية المصور. لأنه بالنسبة للطفل في طفل التربية التحضيرية أو طفل الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات، هذه الفئة هي حساسة، لأنه معرفيا لا يستطيع أن يجيب على أسئلة نطرحها عليه، وبالتالي يجب أن نجسد أي مقياس كتابي أو مقروء أو شفهي إلى شيء مصور، لأنه الطفل يدرك الصور أكثر من الأسئلة والأشياء الشفوية. بالنسبة للشيء اللي انطلقت منه، هو حاولت ندير قراءة لعدة للتعريف المهارات الاجتماعية، ثم انطلقت إلى تحديد مجموعة من المهارات، والتي هي عددها 18 مهارة. هذه 18 مهارة أكاديميا حتى لا يغلب ذاتية الباحث على هذا البحث العلمي، قمت بتحكيم هذه المهارات الاجتماعية، قدمتها لأساتذة خبراء مختصين في المجال المهارات الاجتماعية، حتى يعطونا ملاحظاتهم مدى صدق هذه المواقف ومدى تمثيلها الحقيقي للمهارات الاجتماعية. بعد ذلك قمت بتصوير أو تجسيد لكل مهارة إلى موقف اجتماعي حقيقي، لأنه الطفل لما نقول له المبادرة بإلقاء السلام، هذه عبارة عن مهارة اجتماعية. المبادرة بإلقاء السلام هذه، لما نطرح سؤال على الطفل هل تبادر بإلقاء السلام، هنا الطفل مش راح يفهم. يجب أن أجسد هذه المهارة إلى موقف اجتماعي، نصور له هذه العبارة السلوكية، هي عبارة عن عبارة سلوكية للمهارات الاجتماعية، أصورها أو أجسدها في موقف اجتماعي. حاولت أنه هذا مثلا أعطينا مثال على هذه هو مثال من المهارات الاجتماعية، المبادرة بإلقاء السلام. حاولنا أن نجسدها في موقف اجتماعي. العبارة السلوكية هي يجب أن تحمل مشكلة اجتماعية، ثم نعطي له البدائل. الطفل هذا لما نطرح له مشكلة اجتماعية يجب أن أعطيه البدائل. هل تمارس هذه المهارة الاجتماعية بنجاح، بكفاءة، أو بمهارة؟ هل تمارسها نوعا ما، يعني ليس بالكثير، أو لا تمارسها؟ حاولت أن العبارة السلوكية والمشكلة الاجتماعية نصورها. بالمناسبة هذه أذكر أنه أثناء التصوير عانيت كثير في تصوير هذه المواقف الاجتماعية، لأنه في الحقيقة مجتمعنا يعني مازال فيه مشكلة مع التعامل مع البحث العلمي، وبالتالي حتى نصور هذه المهارات ولا المشكلات الاجتماعية لازمني نصورها في مكانها الحقيقي اللي هو المدرسة. اتصلت بعدة مدارس حتى يعطونا الإذن باش نقوموا بتصوير هذه المهارات الاجتماعية، والحمد لله يعني كان الأستاذ والمدير العرباوي اللي نشكروه بالمناسبة هذه على أنه سمح لنا أن نصوروا هذه المواقف الاجتماعية خاصة أثناء الدراسة. تقريبا يعني قعدنا تقريبا 3 أشهر وحنا نصوروا في هذه المواقف حتى خرجت بهذا الشكل اللي أيضا لقيت مشكلة في تصوير الأشخاص اللي يتطوعوا باش يصوروا. هذه مشكلة أخرى، لأنه كما نعرف أنه المدرسة أغلبها تتكون من عنصر نسوي اللي هم المعلمات، خاصة المدرسة الابتدائية، وبالتالي لقيت مشكلة
في التطوع نتاع المعلمين ولا المعلمات باش يمثلوا الادوار نتاع المواقف الاجتماعيه هذه. هي في الحقيقه هو المواقف هي مركزه على الطفل، لكن المعلم هو جزء مهم في العمليه التربويه او عمليه التواصل الاجتماعي. بعد ما قمت بتصوير هذه المواقف الاجتماعيه، قمت بإعادة تحكيم هذه المواقف الاجتماعية أو هذه الصور أو هذه العبارات السلوكية المصورة. عاود قدمتها إلى مجموعة من الخبراء المحكمين لإبداء ملاحظاتهم في مدى تمثيل هذه المواقف الاجتماعية للعبارات السلوكية المقدمة في بداية بناء المقياس. وفي الأخير وصلنا لهذا النسخة المصورة لمقياس المهارات الاجتماعية. يجب أن نركز على نقطة مهمة، أنه الطفل الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات نوعا ما في بداية هذه المرحلة بدأ يدرك مفهوم النوع الاجتماعي أو مفهوم الجنس ذكر أنثى، وبالتالي قمت بتصوير نسختين، نسخة للذكور ونسخة للإناث، لأنه راح يطرح سؤال لماذا نسخة للذكور ولماذا نسخة للإناث؟ لأنه الطفل مثلا الذكر لما نطرح له مشكلة اجتماعية مصورة فيها إناث نوعا ما سوف يتأثر استجابة هذا الطفل للموقف الاجتماعي، خاصة إذا كان في أنثى أو العكس. وبالتالي حاولنا أن نقوم بتصوير نسخة للذكور ونسخة للإناث. هذا بالنسبة للمهارات الاجتماعية. نقطة مهمة هي كيف ننمي المهارات الاجتماعية، كيف ندرب الطفل على المهارات الاجتماعية. وفي الحقيقة يعني لا يخفى على الجميع أنه في الحقيقة يعني السيرة النبوية كانت مليئة بأحاديث وحتى قصص من السيرة الذاتية والسيرة النبوية اللي كانت كيف ننمي المهارات الاجتماعية للطفل. من بين الآليات اللي اعتمدت عليها أنا في رسالة الماجستير لتنمية المهارات الاجتماعية هي مجموعة من الألعاب التربوية. اعتمدت على عدة آليات، من بين هذه الآليات هي القصة. هذه آلية من آليات تدريب الطفل على المهارات الاجتماعية. كما تعلم ويعلم الجميع أن القصة هي أدب من أنواع أدب الطفل. يمارس في القصة الطفل يمارس الخيال العلمي أو يمارس اللعب الإيهامي، حيث أن الطفل لما يقرأ قصة أو نقرأ له قصة هو يتقمص الأدوار المجسدة في هذه القصة، وبالتالي القصة هي تنمي المهارات الاجتماعية لدى الطفل. أيضا هناك آلية أخرى وأستاذ جمال هو أدرى مني بهذا الموضوع، هي آلية اللعب بالدور أو كما نسميها المسرح المدرسي. لكن تسمية المسرح المدرسي نوعا ما مازال ما نقدروش نطرحوها في السن من 5 إلى 6 سنوات، وبالتالي نسموها لعب الدور، حيث نحاول أن نعطي للأطفال ولا الطفل مجموعة من الأدوار يحاول تجسيدها وتمثيلها، وبالتالي هي هذه الطريقة هي عبارة عن تدريب الطفل للمهارات الاجتماعية. هناك أيضا آلية أخرى هي السيكودراما. السيكودراما هي شبيهة للعب الأدوار، لكن في السيكودراما نعطي الحرية للطفل في اختيار دور الذي يريد أن يمثله أو يجسده. أيضا هناك آلية أخرى وهي من آلية تدريب الطفل على المهارات الاجتماعية، هي آلية المناقشة. الأب أو الأم لما تتناقش مع أبنائها أو مع طفلها أثناء المناقشة هذه يجب أن تدرك أن هذه المناقشة هي تدرب الطفل على المهارات الاجتماعية. مثلا دائما نعطي مثال المهارة تاع المبادرة بإلقاء السلام، لأنه نقول المبادرة بإلقاء السلام نسميها مهارة وليست إلقاء السلام أو رد السلام، وبالتالي المبادرة هي مهارة اجتماعية يجب أن ندرب أطفالنا عليها. أيضا هي آلية أخرى هي آلية التعزيز أو التدعيم، وهذه نادت بها نظرية التعلم الاجتماعي اللي صاحبها ألبرت باندورا. ويعني التعزيز هو آلية من الآليات المهمة في تدريب الطفل على
المهارات الاجتماعية. نعطي مثال، الطفل لما يدخل شخص غريب أو شخص من البالغين إلى المنزل أو إلى القسم أو إلى مكان تواجد الطفل، فإن الطفل عندما يقوم مثلا سلوك ولا مهارة اجتماعية، مثلا إلقاء المبادرة بإلقاء السلام. البالغ هذا أو الشخص اللي يدخل المنزل أو يدخل القسم يجب أن يكون منتبه جيدا للآليات التي يستخدمها أو سلوكاته كرد للسلام للطفل هذا. مثلا الابتسامة، أو يجب أن نشجع الطفل، نعززه وندعمه لهذا السلوك، لأنه أحيانا في مجتمعنا نحن نقتل بعض المهارات الاجتماعية. مثلا الطفل لما يجيني ويحضرني وهو يبادر يسلم علي وأنا نقوم بتجاهل هذا السلوك ولا هذه المهارة، تجاهلي أنا كشخص بالغ لهذه المهارة الاجتماعية التي بادر بها الطفل سوف يقتل هذه المهارات الاجتماعية. الطفل لما يدخل القسم ويقوم بإلقاء السلام على المعلم أو المعلمة أو المدير، وهنا يجب أن يكون المعلم أو المعلمة أو المدير متفطن لهذه النقطة، لأنه في الحقيقة المعلم يدرس 30 طفل أو 40 طفل، يجب أن يكون منتبه جدا. ولاحظناها في بعض المجتمعات أن المعلمة أثناء دخول التلاميذ القسام يقومون ببعض السلوكات اللي يعني نحن نستغرب منها. تلقاه مثلا معلم يبقى نصف ساعة وهو يسلم ويحضر في التلاميذ، احنا نقولوا احنا انه ضاعت الحصة، لكن هذا السلوك هو جد مهم. نحن نربي، نحن ندرب الطفل على مهارات السلوكات الاجتماعية اللي هي ممكن أهم من المعارف التي يتلقاها في القسم. هذه من بين الآليات اللي استخدمناها ولا يستخدموها الباحثين في تدريب الطفل المهارات الاجتماعية. هذه الآليات هي استمديناها ولا استمدوها الباحثين من نظريات. من بين النظريات المهمة لتدريب الطفل على المهارات الاجتماعية نظرية التعلم الاجتماعي أو النظرية المعرفية الاجتماعية لصاحبها ألبرت باندورا، اللي يركز على نقطة مهمة أنه المهارات الاجتماعية أو أي سلوك مهم يجب أن نعلمه للطفل عن طريق النموذج، عن طريق القدوة. الطفل لما يريد أن يتعلم شيء معين يجب أن يكون لديه نموذج. احنا غالبا الطفل في بداية حياته يكون الأب أو الأم هو النموذج، هو القدوة الذي يتعلم منه جميع السلوكيات خاصة المهارات الاجتماعية. وبالتالي هنا يجب أن يكون الأب أو الأم مدركين هذا النموذج، هما عبارة عن نماذج. وبالتالي أي سلوك يجب أن يكون مدروس. وهذه من بين الأخطاء الشائعة أنه بعض الأولياء والآباء والأمهات أنهم يصدروا سلوكيات اللي ممكن هما غافلين عليها، لكن هما هذه السلوكيات الطفل يتعلم معها. مثلا الطفل احنا نقولوا له لا تسرق أو لا تكذب، ومن بعد لما يجينا ضيف أو شخص للبيت يقول له الأب روح يقول له إنه مكان راه مش موجود. هنا الطفل راح يتعلم هذا السلوك اللي لاحظه من النموذج من القدوة، ولا يتعلم من التعليمات أو الكلام، فهو يتعلم من السلوك الذي صدر عن الأب أو الأم. هذه بالنسبة لنظرية التعلم الاجتماعي. هناك نظرية أخرى هي نظرية النمو النفسي الاجتماعي لصاحبها إريكسون، اللي يركز على أنه الطفل أو الشخص بصفة عامة خلال حياته يمر ب8 مراحل لنمو النفسي الاجتماعي. بالنسبة للطفل احنا ركزنا على المرحلة الثالثة اللي هي تمتد من 5 إلى 6 سنوات، وسماها هذا إريكسون سماها بالمبادرة مقابل شعور بالذنب. ما معنى المبادرة مقابل شعور بالذنب؟ معناها الطفل لما يبادر بسلوكيات أو استجابات معينة، هنا لما يلقى القبول بطرف الآخرين، فهذا تدعيم وتشجيعه على تكرار هذا السلوك المرغوب. لكن إذا وجد نفور أو رفض من طرف الآخرين فهذا سوف يشعر بالإحباط، وبالتالي يترتب عليه شعور بالذنب. يعني سماها هذه المرحلة المبادرة والشعور بالذنب. الطفل في هذه المرحلة من 5 إلى 6 سنوات
في عبارة عن يمر بسلم بدايته المبادرة ونهايته الشعور بالذنب، وبالتالي الأولياء أو المعلمين أو المربين يجب أن يكونوا متفطنين لهذه النقطة المهمة. هذا باختصار حول الآليات التي استخدمناها في مقياس المهارات الاجتماعية. دكتور الهاشمي العقوبي، ما هي عموم الفائدة من تطبيق مقياس المهارات الاجتماعية للطفل في الحقل البيداغوجي والتربوي؟ بالنسبة يعني هذا المقياس كما تعلمون أن سميناه مقياس مهارات الاجتماعية، مقياس كي نقيس به هذه السمة وهذا المفهوم الجد مهم، المهارات الاجتماعية. هو عبارة عن شيء نقيس به مدى توافر هذه المهارة أو هذا المفهوم أو هذه السمة المهمة. هذا المقياس لو نستخدموه في الحقل التربوي والحقل البيداغوجي سواء في المدارس أو دور الشباب أو المراكز التي نجد فيها الطفل أو حتى الأسرة، هذا المقياس نقيس به مدى توفر هذه السمة لدى الطفل. وبالتالي لما نجد أن مثلا نعطيك يعني نكون دقيق في هذا المقياس، هذا المقياس فيه 18 نتكلموا بلغة الأرقام باللغة الإحصائية. هذا المقياس فيه 18 مهارة، كل مهارة عندها 3 بدائل. البدائل هذه أعطيناها لأنه في بناء هذا المقياس ركزنا على إدخال الإحصاء، لأنه الإحصاء عبارة عن علم، والعلم هذا يوفر لنا أشياء مهمة. المقياس المهارات الاجتماعية فيه 18 مهارة يقابلها كل مهارة تقابلها 3 بدائل. لما المهارة نطرحها على الطفل ونجد أن الطفل هذا يتقن هذه المهارة، يتقنها بشدة، معناها راح نعطي له 3 درجات. لما نجد الطفل لا يتقن بشكل جيد هذه المهارة نعطي له 2 درجات. لما نجد أن الطفل لا يتقن هذه المهارة نعطي له 1 درجة. وبالتالي 18 مهارة لما الطفل يتحصل على 3 درجات في كل مهارة سوف يتحصل على 54 درجة كأقصى درجة لهذا المقياس. ما معنى هذا المفهوم اللغة الإحصائية 54 درجة؟ معناها أن الطفل يكتسب مستوى عالي من المهارات الاجتماعية. يجب أن ننبه المعلمين، نجب أن ننبه المربين الآباء أن الطفل هذا هو متقن المهارات الاجتماعية، وبالتالي نحاول ندعم كل السلوكيات الإيجابية التي تصدر من هذا الطفل. بالنسبة للنقيض نتاع يعني أقل درجة بالنسبة لهذا المقياس هي 18 في الواحد، معناها 18. ما معنى 18 درجة؟ عندما يتحصل الطفل على 18 درجة هذا يعني أن الطفل لا يكتسب مهارات اجتماعية، وبالتالي يجب أن ننتبه لهذا الطفل، لأن الطفل لما يكون ما يكتسبش مهارات اجتماعية سوف يعرضه ويكون معرض للاضطرابات النفسية. وكما تعلمون المرض العصر اللي رانا نسمع به كثيرا هو مرض التوحد. هذا مرض التوحد من بين أسبابه هو قصور في المهارات الاجتماعية، معنى عدم امتلاك الطفل بالمهارات الاجتماعية سوف يكون معرض لهذه الأمراض من بينها التوحد أو الاكتئاب أو القلق، وقادر تؤدي به إلى انحرافات سلوكية. وبالتالي يجب أن نكون منتبهين ومتفطنين لهذه النقطة بالذات، مدى اكتساب الطفل للمهارات الاجتماعية. نعود أن نقول أنه حتى نكون موضوعيين كآباء أو كمباحثين يجب أن تكون لدينا أداة قياس. كما نقيس الوزن للشخص أو الطول أو المسافات، يجب أن تكون لدينا أداة لقياس هذه السمات النفسية عند الطفل، خاصة مثلا بالنسبة لموضوعنا هو موضوع المهارات الاجتماعية. يجب أن تكون لدينا أداة قياس جيدة حتى نقوم بقياس أو وزن هذه السمة اللي هي المهارات الاجتماعية لدى الطفل، ومنه نستطيع أن نقدم برامج علاجية أو
نسميها علاج لهذا المشكل، خاصة عدم أو قصور أو افتقار طفل للمهارات الاجتماعية. معناها هذا منبه سيء للطفل هذا، وبالتالي يجب أن نقدم له برنامج علاجي يشارك فيه الآباء والمعلمين والمربين وكل من له صلة بهذا الطفل، حتى نقوم بإكسابه مهارات اجتماعية حتى يتكيف. لأنه دائما نرجع للنقطة اللي بدينا بها موضوعنا، المهارات الاجتماعية هي سلاح للطفل حتى يندمج اجتماعيا في المجتمع، وحتى يتكيف نفسيا في الوسط المدرسي. لأنه هذه النقطة جد مهمة. احنا في المدرسة للأسف نركزوا على الجانب المعرفي، التحصيل الدراسي، المعدل، الذكاء، ونهمل هذه السمات النفسية. المهارات الاجتماعية لما يكتسبها الطفل، وهذا ما أكدته عدة دراسات، أنه توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بلغة الإحصاء بين المهارات الاجتماعية والتحصيل الدراسي. أيضا دراسات أخرى أكدت أنه توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المهارات الاجتماعية والذكاء. وهذه كلها يعني مؤشرات جيدة لهذا الموضوع، موضوع المهارات الاجتماعية بالنسبة للطفل. دائما ركزوا أنه الطفل في بداية عمره ما بين 5 إلى 6 سنوات، وهذه المرحلة اللي راح ينتقل فيها من الأسرة إلى الروضة أو إلى المدرسة. وبالتالي يجب أن نركز وننبه لهذا المفهوم، والأولياء يكونوا متفطنين لسلوكيات الطفل، ماذا يشوبها من افتقار أو نقصان، أو ماذا يشوبها من امتلاك جيد لهذه المهارات الاجتماعية. وفي الحقيقة كانت لي بعض التجربة في بعض الندوات اللي قمت بها في بعض المقاطعات التربوية التابعة للتعليم. وجدت أن المعلمين، خاصة المعلمات التربية التحضيرية، وجدتهم متعطشين لهذه المفاهيم النفسية. لأنه مشكلتهم أنه المفتشين في قطاع التربية يركزون دائما على الجانب الأكاديمي ويهملون الجانب النفسي. وبالتالي بالنسبة لمفهوم المهارات الاجتماعية يجب أن تكون لدي معارف كيف أنمي المهارات الاجتماعية للطفل في المدرسة أو في أسرتي أو في المجتمع تاعي. كيف أنمي؟ غالبا احنا نطبق البرامج التربوية أو الألعاب التربوية، والألعاب التربوية هي متعددة، نستعمل فيها عدة آليات وفنيات. نستعمل فيها المسرح، نستعمل فيها القصة، نستعمل فيها الأنشودة، نستعمل فيها الألعاب الحركية. وهذه نقطة مهمة يجب أن نركز عليها. الطفل في التعليم الابتدائي مشكلته أنه لا يمارس الألعاب. لماذا؟ لأنه عندنا مشكلة أخرى ويعاني منها المجتمع الجزائري، أنه في التعليم الابتدائي لا يوجد معلم أو أستاذ للتربية البدنية. المعلم متعدد الخدمات، متعدد الاختصاصات، يدرس لغة عربية ويدرس رياضيات ويدرس كل المواد ما عدا الفرنسية اللي عندها أستاذ متخصص. في حين لو نرجع للمنهاج، خاصة مثلا منهاج التربية التحضيرية اللي أنا اطلعت عليه جيدا، في المنهاج نجد أن الطفل يجب أن يمارس الرياضة، يجب أن يمارس السباحة، يجب أن يمارس المسرح، يجب أن يمارس كل أنواع الرياضة. وفي حين أنه هذه الفئة العمرية أو الأطوار هي تفتقر إلى أهل الاختصاص اللي هم المربين في المسرح أو الأساتذة المعلمين في التربية البدنية الرياضية. وهذه نقطة مهمة يجب أن نركز عليها، أن وزارة التربية الوطنية يجب أن تعطي اهتمام لهذه النقاط الحساسة بخصوص التربية التحضيرية. شكرا دكتور هاشم الكوبي على هذه الإفاضة العلمية وعلى هذا الكتاب الرائع والشيق الذي نأمل أن تعتمد عليه مختلف المؤسسات التربوية وكل من تعمل في الحقل البيداغوجي والتربوي، لأنه كتاب علمي مهم جدا ويعتبر شيء جيد وحديث في الأوساط التربوية يدفع بنا قدما إلى تطوير المهارات الاجتماعية لدى الطفل، ومن ثم التأثير على تحصيله المعرفي والدراسي، ويجدر كذلك كل المؤسسات
المؤسسات المعرفية لأن تكون لديها استفادة من هذا الكتاب الذي هو مقياس المهارات الاجتماعية للطفل للدكتور الهاشمي. شكرا لكم. عفوا، والشكر موصول لكم أنكم سمحتوا لنا بهذه الجلسة العلمية الشيقة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، وشكرا لكم.